السلام عليكم خياتي، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب العالمين. مرحبا بكم خياتي، نرحب بكل المشتركين اللي راهم في القناه واللي راح ينضموا للقناه، نقول لهم مرحبا بكم. وقبل ما ندخل في لا فيديو تاع نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله ما تنسونيش البنات في الجام، حطوا لنا جام وكتبوا لنا كومونتير حلو كيما نتوما. الله يحلي اياماتكم يا رب العالمين. قبل ما ندخل في لا فيديو تاعي، نبداها الاول بالصلاه والسلام على رسول الله. خياتي كما تعرفوا راني جبت لكم فيديو شباب بالبزاف، ان شاء الله يعجبكم. فيه غير تفحفيح وتزرزيق، الحاجه اللي تسركم جبتها لكم، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله ما تخذلونيش وكما يقولوا وتكتبوا لنا ولو كلمه طيبه. هذا مكان خياتي كما راكم تشوفوا، راني هنايا بديتها بالكويزينيير. هنايا كما تعرفوا خياتي الكويزينيير كنت نغسلها، نعديها خطره على خطره ببريل ايزيس هكا والحكاكه. هذه الخطره حبيت نستعملها فورس اكسبريس، هو ينقي كل حاجه، الحاجات هكا اللي ما تقدري لهمش ينقيهم هو. استعملت هذه لابغوص، عندي دو بغوص. هذه البغوصه نستعملها هكا الحاجات هادو. كاين بروصه تانية نستعملها تاني الحاجات، كل حاجه في بلاصتها. ليسونسيال خياتي كما راكم تشوفوا راني نقيتها كامل، حتى في هذوك لي كوتي هادو تاع اللي يجيو منا ومنا، هذوك تاني يحكموا الزيت، يحكموا كلش. ولقيتها معمره بلوسخ كما يقولوا، لوسخ هذوك الدهون كامل خرجوا. لو كان تشوفوا واش نقول لكم تقولي عندها عام ما تغسلتش. هذه هي خياتي نقيتها مليح مليح. هنا كان هادو لي كويزينيير ما يحملوش بزاف النار، كيما مثلا انا عندي طاجين كبير، نستعمل هذاك واحد الشباك تاع واسمو تاع الفرنو تاع طابونه كيما يقولوا، كنت نحطو عليها هكا نتجنب ما تكحل ما تروح ما والو. وكي يكونوا مثلا البنات ولا اللي يستعمل لي في الدار ماشي انايا، يحط هكا كيما يقولوا، يحط الطاجين فوق هذوك تاعها على بها تكحل لي يرجع اللون تاعها ماشي شباب. انا دائما نستعمل هذاك تاع طابونه. هذه هي خياتي حبيت نقول لكم هكذا، حتى نتجنبوا هذاك الكحوليه. هنا يا خياتي رحت رحت هنايا لافونيتر الكبيره هذه تاع اللي تخرج للبالكون، هذه تاع بيتي. صبحت عليها كيما يقولوا، حبيت نحيلها كامل هذا الغبار اللي فيها. وكنت رايحه نغسلها خياتي، ما نكذبش عليكم بصح عييت ما نكذبش. النهار هذا واش نقول لكم، رجعت ما نقدرش نتحرك. خدمت كل حاجه وحدي، من المواعين اللي تعرفوا المراه. سيقت جبتها على الطريق، ماش خدمت حاجه ورتحت وخدمت كي شديت النيطواياج وشديت المواعين وشديت، خدمتهم على الطريق. كيما راكم تشوفوا خياتي راهي معمره بالغبار، يعني غبار ما ماش واش نقول لكم. هنايا عديتها كامل بهذا البروس، وقلت من بعد باذن الله العيد الكبير راهو جاي على الابواب، نقيها بهكا ونزيد نغسلها مليح مليح. نتمنى ان شاء الله يا ربي. حبيت نهضر على التلاميذ اللي راهم يعديو الامتحانات، ان شاء الله ربي ينجحهم وليداتكم ويوفقهم، وان شاء الله ربي ينجح تانيك اصحاب الباك واصحاب البيام، ان شاء الله يا ربي نجح اجمعين وفرح كل ام يا ربي بوليداتها، اللهم امين. ليسونسيال البنات كما راكم تشوفوا نقيتها من برا وزدت نقيتها من جوا، ورحت دخلت ديراكتومون هنايا خياتي للكوزينه. جبت نغسل السله تاع المواعن مع المواعن تاني كامل، فوتت عليهم. تعرفوا خياتي خطره على خطره الانسان ما يغفلش على دارو، ما يغفلش على السله تاع المواعن. تعرفوا انا كيما انايا ما عنديش الاليمو، ما عدا عندي هذاك البلاكاخ اللي راني نحط فيه المواعن. سما ما تقدريش تحطي فيه حاجات وبرك هكا، كيما السله هذه راني نحط فيها مواعني كامل، نحطهم فيها ويقطروا فيها كيما يقولوا، مع عندها نخليهم يقطروا بان نحطهم في السله هذيك تاعهم، هذيك التحتانيه هذيك اللي تحكم الماء. هذه هي لهذا لازمنا خطره على خطره نشوفوا معاها الماء تاني ما نخلوش
يكون فيها، خاطرش تعرفوا كي غادي يكتر فيها وتخليها تاع يوم ولا تلقاه يريح. غسلت هنايا نقيت تاني هذا البوطاجي تاعي راهو صغير يا خياتي كيما راكم تشوفوا، ماهوش فيه بزاف بزاف، غير بلاصه صغيره وين حاطه السله هذيك تاع المواعن. تمنيت يكون عندي كبير، يعني باش نستعملو يعني هكا تعرفي كي يكون عندك هكا تستعملي اي حاجه تحطيها تما، تكون عندك حاجه ولا حبيتي تحطيها تما. ولا غير امنيتي يكون عندي دار هكا فيها بوطاجي كبير، باش نستعمل فيها كل حاجة هكا، الحاجة اللي نحبها نحطها يعني. كيما دروك أنا عندي تاني الفور، وكان جات هنايا ليسباس كبيرة نحط الفور هنايا، وتكون عندي لابريز نحطهم هنايا. هنايا كيما راكم تشوفوا غسلت كامل مواعني من الطباسة كيما يقولوا للكيسان، غسلت كل حاجة يعني ما خليت حتى حاجة. السلة خليتها يعني كيما يقولوا ما شاء الله تلمع. هذه هي نقيت هنايا راكم تشوفوا راني نمسح وحطيتها هنايا تكتر. هذه هي خياتي كامل غسلتهم، ما خليت حتى حاجه صغيره. غسلت تاني نقيت هنايا لا فايونس تاع البوطاجي ومسحتها مليح مليح باش ما يقعدش فيها داك الماء. هو الماء داك هو اللي كما يقولوا يخليها تكحل. وهنايا في لاكوتي خياتي ماشي كحوليه ولا هذيك واحد السيمون بلون ولا غير راحت لي لا كولور تاعها وقيلا كحله. السيما هي اللي دارت لها هكاك تبان وسخ، هي ماشي وسخ. نقيت هنايا تاني تاع المواعن هنايا منين نحط هذه كما يقولوا البسينه، ومسحت كل حاجه. حبيت نهضر خياتي تاني في موضوع يعني على البنات هادو اللي يتزوجوا يعني يرموا يعني الاهل تاعهم. ويقول لك اللحم كيفوح يرفدوا مواليه. وعلاه الانسان هذا اللي تروحي لعنده تحتفضليه على مواليك، يعني مواليك تلقاهم في الشدة، تلقاهم يعني في الفرح. يعني وسورتو يعني الحصة اللي عدات داك النهار، يعني واش نقول لكم يعني وكامل التساؤلات وكامل الناس هك وهك. يعني مهما كانت البنت، مانيش عارفة انا تبان لي ما البنت ما تخلاش على مواليها، تحب سورتو يعني الطفلة تقعد تحب مواليها وما تستغناش عليهم، ويقعدوا مواليها وعلى العين والراس. ما كانش واحد يعني كيما يقولوا راح يحبك قد ما راح يحبوك يعني امك ولا المهم الاباء تاعك. واحد ما راح يحبك في الدنيا هذه، لا زوجك لا واحد راح يحبك قد ما راح يحبوك والديك. لهذا يا خياتي يا البنات، يعني لازمكم يعني تكونوا كيما يقولوا عندكم كيما يقولوا الحياة تاعكم باينة كيفاه. مواليكم كيفاه تعيشي معاهم. الزوج تاعك تعرفي كيش تعيشي معاه. ويقول لك الراجل يعني كيما قالوا الناس زمان تاني، قال لك الراجل ما ديريه حبيبك ما ديريه عدوك. يعني وهذه حقيقة يعني نسمع بها يعني من زمان زمان كانوا يقولوها، كنا نحيروا بصح هي حقيقة يعني. كي تجربي تعرفي باللي الراجل يقول لك يدور الراجل شوفي تروحي انتي يجيب وحده اخرى يعني يلكا اختك في السوق. بصح يعني الوالدين ما نكذبش عليكم، الا راحوا الوالدين ما كان حتى واحد راح يهتم بك. انا عن نفسي يعني ما نكذبش، الاب تاعي رحم الله ربي يرحمه ويوسع يعني قبره وربي يجعله من اهل الجنه، كان من اعظم الاباء. يعني كل واحد يحب والديه وكل واحد كيفاه يشوف والديه. يعني كان ابي ربي يرحمه ان شاء الله، كان من اعظم الرجال. ما نكذبش عليكم جامي ضربنا جامي يعني. والحمد لله ربنا يعني ولو خلانا يعني خلانا يعني صغار بالبزاف يعني صغار. مادام الانسان المراه ما تزوجش يخليها والديها يعني صغيره، نقولوا صغيره يعني كما يقولوا جامي ضربنا جامي يعني. كان دائما يعني يحبنا يعني الحمد لله. المحبه تاعو قعدت في قلبي وقعد لحد الان يعني. شغل ما شبعتش منه ما نكذبش عليكم. واللي يعني الطفله يعني اللي تروح يعني تفضل يعني زوجها على اهل تاعها، يعني ما نكذبش عليك راهي غلطانه بالبزاف. المكان تاعو كل واحد ومكانته، الزوج تاعك مكانته يعني في جهه، والاهل ديالك مكانتهم في الجهه.
هنايا خياتي نرجع هنايا حبيت يعني نشارككم الفطور تاعي. اليوم درت شويه روز، كيما راكم تشوفوا الروز راهو ساهل، يعني اسهل شيء، يعني ما تغلي ما والو، كل حاجه يعني سهله. درت شويه هنايا، انا ما بغيتش نديرو يعني بالزيت تاع المائده، درت شويه زيت الزيتون وحطيته يعني حمصته. درت شويه الكركم و... وشويه ملح. الملح يعني على حساب الرغبه، كل واحد كيفاه، اللي يحب يملح يملح، اللي يحب يديروا شويه يعني كل واحد وكيفاه. وتمرقي يعني انا هنايا درت 2 كيسان ونص تاع الروز، درت 5 كيسان تاع الماء. هذه هي. وهنايا خليت الدجاج هنايا تاعي يطيب. رجعت هنايا لاش لي شومبر كيما راكم تشوفوا. يعني كانوا وليداتي يعني الحمد لله كانوا خلصوا الامتحانات، ربي ينجحهم ويوفقهم ويوفق وليداتكم. هنايا كما راكم تشوفوا كان وليدي لايم الادوات تاعو يعني اللي ما يحتاجهمش، الكراريس الاوراق راكم تشوفوا. راني نكنس والاوراق تاعو يمشوا قدامي، الله يبارك. هنايا رحت للصالو تاني، هو تاني يعني عديته سيقته، يعني كنت قلت لكم عديت لي شومبر تاعي كامل، ما خليت حتى شامبره. هذه هي. ونكمل تاني على البنات يعني اللي تزوج، لازمها يعني تكون حكيمة، حكيمة مع يعني مع روحها ومع الزوج تاعها مع الاهل تاعها. الانسان يعرف كيفاه يعيش وخلاص، هذه هي. والانسان ما يرميش الاهل تاعو ابدا ابدا. اهلك اهلك، زوجك زوجك. امك ما تخرجيش سرها، اذا كان امك عندها مشاكل كيما يعني الاخت ولا البنت نتاعنا، ولا المهم اختنا وبنتنا يعني كيما يقولوا، خرجت يعني سر يماها، قالت لهم باللي الام تاعي راهي معاديه. والله غير عيب، عيب الانسان يعني يخرج الفضائح نتاعو على القنوات ولا اي حاجه. يعني شويه الانسان شويه يعني شويه، ماشي كل حاجه الانسان يخرجها. هي ما قالتش، هي الام تاعك ما خرجتش، ما قالتش انا عندي عداوه مع امي. هي احترام لامها، ما هضرتش على العداوه اللي بينها وبين امها. عندها الحق. والمشاكل هادو يكونوا على الورث، يكونوا يعني مستحيل نلقاو يعني اي بيت خالي من المشاكل. سواء يعني الزوج يكون عنده مشاكل مع الزوجه تاعو، ولا الزوجه تكون عندها مشاكل مع الزوج، ولا تكون مع اهل الزوج. دي فوا تلقى مثلا الطفله تكون عندها مشاكل مع الاهل تاعها، بصح ماشي لهذه الدرجه الانسان يخرج كل حاجه. هذا واش نقول لكم خياتي. هنايا راني خياتي كنت خرجت كامل، زرزقت الدنيا كما راكم تشوفوا. دخلت هنايا للكوزينه. الكوزينه هي يعني هي اكبر بلاصه تبان لي يعني في الدار اللي توسخ بالبزاف. يعني مهما كما يقولوا تكنسيها ومهما تخدمي تلقايها يعني توسخ بالخف. ولازمنا يعني لازمنا يعني نفوتوا دائما عليها، سواء بالبالي ولا بالتسياك ولا بالشيفون. ليسونسيال نقيوها وخلاص. هنايا كما راكم تشوفوا راني جبت بالفروطوار، يعني بعد ما ضربت باليتها كامل، زيد جبت هنايا بالفروطوار وكملتها خياتي بالشيفون. تعرفوا الشيفون هو اللي يمسح كلش. راكم تشوفوا خياتي الحمد لله. يعني الانسان ربي يدوم صحتنا، هذا ما كان. ربي يخلينا يعني واقفين على وليداتنا، وربي ان شاء الله يصلحنا ويصلح وليداتنا دائما. يعني انا هذا هو الدعاء تاعي خياتي، دائما ندعي بالصلاح ليا ولوليداتي، للهدايه ليا ولوليداتي. ان شاء الله ربي يهدينا ويهديكم ويهدي وليداتنا ووليداتكم يا رب العالمين. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله ما تبخلوناش بليجان. والله غير تغيضك عمرك دي فوا يعني تعبي ويعني على جال يعني باش يعني تعطي طاقة إيجابية للناس يفوتوا يعني يشوفوا ويخرجوا. كما راكم تشوفوا هنايا رجعت كل حاجة لبلاصتها في الصالون تاني. كنت سقمت الشامبرة تاع وليداتي، شامبرتي تاني. وجيت هنايا برك درت شوية كما يقولوا عطرت شوية الحالة كما تعرفوا. درت عطرت هنايا شويه الكولواغ تاعي، هنايا شويه في المدخل تاع الكوزينه تاني.